ان شاء الله كشري كامل مصري. انا دلوقتي هقول لكم على المقادير. الرز على قد حوالي نص كيلو، وعندنا بصل مبشور حلقات وحمص وعلى البصله، وبصل عادي مبشور، وشعريه، ومكرونه اسباجيتا، ومكرونه صغيره الاسباجيتا هحطها على الصح على حجم كف الكيس. هقسمها 4. انا كده كنت حطيتهم على المكرونه الرفيعه، وهقلبهم على بعض وهحطهم في الميه يتسلقوا. دلوقتي الميه بتاعت المكرونه غليت، هحط ملح، حطيت ملح، واحط حبه زيت عشان تتسلق المكرونه، وبعدين احط المكرونه اقلبها على ما تغلي. هعمل التقليه بتاعت الطماطم، الصلصه بتاعت الطماطم، وانا ولعت على عدس لحمه في حله، والحمص الشامي في حله عشان يغلوا كلهم مع بعض ويطيبوا كلهم مع بعض. هحط الزيت بتاع التقليه، اكتره شويه عشان اعمل الرز واعمل فيه بقيه الحاجه. هولع البصل التقليه بالنشا، معلقه نشا صغيره، واقلبها معلقه نشا صغيره وقلبتها على البصل. اقلب النشا على البصل عشان يبقى ناشف ومقرمش. بقلبها كويس واصفرها من بعضها عشان تبقى كل واحده ناشفه لوحدها. المكرونه كتير شويه عشان نبقى نعمل الرز منه، لازم يبقى واخد ريحه البصل عشان يخلي طعمه حلو. خلصت البصل حلقات وخليته منه بني وشوفوا ناشف ازاي. انا حطيت عليه معلقه النشا بقى ناشف وحلو ازاي، وسلقت المكرونه وهبدا اعمل الرز بالشعريه. يبقى بحمر التقليه. بعد ما حمرناها هنحط طماطم نكون ضاربينها تكون فريش ونقلبها. بعد ما نحط الطماطم معلقه توم بكمون، وابدا احط التوابل. احط عليها التوابل عباره عن ملح وفلفل وكمون وشطه، ملح وكمون وشطه وكزبره، واقلبهم فوق. واجيب معلقه صلصه اللي هي في البرطمانات عشان تبقى طماطم التقليه طعمها حلو، تديها ريحه وطعم. واقلب واسيبها واحنا دلوقتي حبايبي بنعمله الحمص على البوتاجاز هو العدس، وبعدين هضيف بس نسخن شويه واقوم حاطه الشعريه.
الميه. احط الملح، احط حبه كمون، اقلبها واسيبها تشرب. انا كده هبدا الدقه بتاعت الكشري، عباره عن توم وكمون وكزبره وخل وليمون. احطها تصفر شويه واقلب. توم كده ما يبقاش نايم. شوحت الثوم، احط بقى الخل واحط الليمون عليه. كده هحط الليمون عليه، احط كزبره واقلبهم على بعض. اجيب ميه من بتاعة الحمص اللي هي بتتسلق واحطها عليه. انا كده لما قلبت كله على بعضه جبت ميه من بتاعة الحمص